حرام والله اللي انا اعمل وصفه زي دي وبالجمال والطعامه اللي انا هقدمها لكم النهارده وما الاقيش تفاعل عليها. ان شاء الله النهارده هعمل لكم الرز بلبن الملكي فاخر، هقولها لكم ازاي تعملوه اقتصادي وكمان ازاي تعملوه فاخر جدا. ان شاء الله النهارده هقدم لكم الرز بلبن. بس اهم حاجه طبعا لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعى تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. وكمان اتمنى ان انت تديني لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. النهارده هعمل لكم الرز بلبن واقول لك ازاي تقفلي عليه وازاي ما ينشفش معاكي لو قعد مده طويله في التلاجة. وهقول لك على كل الوصفه اللي انت تعملي بيها الرز بلبن النهارده، وهخليكي تظبطيه ومش هتكتري كمان في النشا عشان ما يبقاش يعني كتر معاكي انتوا بتاكليه. هتخليه كده زي المهلبيه بالظبط. ان شاء الله النهارده هقدمها لكم بكل التفاصيل، بس طبعا لازم عشان تعرفي كل التفاصيل تشوفي الفيديو للنهايه. هقدمها لكم النهارده على قناه ايمان عرفه. واهم حاجه اوعى تنسوا الاشتراك وتفعلوا معايا جرس التشغيل لو حضرتك جديده معايا في القناه. واهم حاجه طبعا اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي النهارده. هنا انا معايا نص كيلو من الرز. طبعا بتنقيه وتغسليه كويس جدا وتحطيه في الاناء او الحله اللي انت هتعملي فيها الرز بلبن. وتحطي طبعا ميه مناسبه على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. هتعملي نص كيلو او هتعملوا كيلو رز. زي ما انتوا شايفين ده كده نص كيلو من الرز. حطيت عليه الميه المناسبه بتاعته يعني في حدود 4 كوبايات. وبتحطيه على النار يتسلق فيها. واول ما تلاحظيه خلاص اللي هو الحبايه بتاعتي كبرت حجمها وخلاص بتبدا تستوي. ببدا ان انا احط كيلو من اللبن بتاعي وتقعدي تقلبي فيه اول ما تحطي اللبن عشان ما يمسكش في قاع الحله او الاناء اللي انت هتعملي فيه. وهنا بقى هبدا احط معلقتين او 3 معالق جوز الهند على حسب الرغبه فيه، لان في بعض الاشخاص مش بيحبوا جوز الهند، بس لما تيجي تحطيه في اللبن بيدوب معاكي وبيستوي بيبقى طعمه خرافه. واللي هيظبط معايا ويعلي التست معايا في الرز بلبن هي معلقتين من اللبن البودر او اللبن الحليب البودر اللي هو اللبن المجفف. واول ما بحس ان الرز خلاص شرب اللبن بتاعي وخلاص تتجانس مع بعض بضيف معلقتين من النشا على كوبايه ميه واضيفها على الحليب بتاعي. وابدا ان انا اضيف السكر بتاعي واقلبه كويس جدا. هي كده وصفه اقتصاديه والسكر ده على حسب الرغبه، بس لو عايزه تعلي التست بتحطي كوبايه من القشطه. بجد بتخلي رز بلبن في حته تاني طعمها حكايه. بس لو مش متوفر عندك مش مشكله، بجد الحليب البودر هيظبط معاكي الاداء جدا. وهنا بحط كيسين او باكيتين من الفانيليا واقلبهم كويس جدا. ما تخليهمش يغلوا في النشا عشان ما يكتلش معاكي، يا دوبك انك تقلبه. وعامه هو الرز اتربط مع اللبن فمش محتاجه ان انك النشا يعني يربط معاكي فهيكتل معاكي الوصفه. وبتقعدي تقلبي كويس جدا لغايه ما تحسيه خلاص تجانس، كل المكونات تجانست مع بعضها. تبداي تطفي النار وتصبيه او تضيفيه في الاطباق التقديم بتاعتك. وزي ما قلت لكم جوز الهند تضيفوه مع اللبن اول ما تضيفوه على الرز عشان جوز الهند يستوي معاكي واللي ياكله ما يحسش بطعم جوز الهند، سواء لان في بعض الاشخاص مش بيحبوا جوز الهند. زي ما انتوا شايفين كده انا ضفته في الاطباق بتاعتي وهخليه يبرد. بعد كده هحطه في التلاجة. بس قبل ما احطه في التلاجة انا بضيف عليه جوز الهند والزبيب. طبعا ده اللي كان متوفر عندك دلوقتي، بس ممكن تضيفي معاه كل المكسرات، اي مكسرات متوفر عندك. ممكن تحطي فول سوداني اي حاجه. وكمان لو رشيت عليه رشه من القرفه بجد بيبقى طعم الرز بلبن بيبقى طعمه خرافه جدا. يا ما بترشوا رشه كده من القرفه. اتمنى النهارده تكون الوصفه عجبتكم وتدينا لايك للفيديو وتعملي لي اشتراك لو حضرتك جديده معايا في القناه وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. واهم حاجه اوعي تنسي اسم القناه باسم ايمان عرفه. زي ما انتوا شايفين جميل جدا بجد وعامل كده يعني زي الرز بلبن اللي احنا بنشتريه بره بس طعمه جميل. كفايه اللي انت هتعمليه في البيت باللبن مضمون، الرز بتاعك مضمون، وكمان هتديكي كميه.
زي ما انتوا شايفين كده يعني بصراحة الرز بلبن جميل جدا تحفة، ومهما تسيبيه في التلاجة مش هينشف معاكي ولا هيعمل كتل. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم.